استني استني رايحة فين؟ اوعي يفوتك دقيقة واحدة في الفيديو ده، لأن النهاردة هتعرفي المعنى الحقيقي والأصلي للستريبس زي المطاعم وأحلى من المطاعم مليون ألف مرة. هتعمليه بكل احترافية، وكمان هنعمل سلطة الكول سلو مع بعض برضو النهاردة. أتمنى كده إن الفيديو يكون خفيف عليكم إن شاء الله، ونقول كل التفاصيل وكل التكات اللي هتطلع معاكي أحلى ستريبس بإذن الله. يلا بينا بقى ندخل على الوصفة على طول ونشوف معناه ايه. بما إننا هنعمل ستريبس يبقى على طول يبقى معانا صدور. تمام، بجيب الصدر بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده، وبشيل الحتة اللي هي في الآخر خالص اللي هي بيقولوا عليها الموزة، دي بستبعدها خالص من الوصفة وبحطها على جنب. بجمعها كده مع بعضيها في كيس في الفريزر مرة في مرة، وبعد كده بطلعهم واعمل بيهم أي وصفة، سواء كفتة، أي وصفة تكون محتاجة شرايح صغيرة من الفراخ. بنجيب بقى الستريبس وبنقسمه على نصين، لازم تقسميه على نصين. تمام، اول سر النهارده معانا انك لازم تقسميه بالشكل ده. ما ينفعش ان انت تجيبي الصدر مثلا وتقومي جايه مقطعه شرايح وخلاص كده، لا، هو ليه تقطيعه معينه علشان خاطر تاخدي الكفر اللي احنا كلنا بندور عليه وبنعمله بكل سهوله. يعني هتعمليه النهارده بكل سهوله، هتبقي محترفه فيه كمان. تقطيعة ما بتكونش كده، أنا بقولك لأ اهوت علشان خاطر تاخدي بالك. بتجيبيه بالجنب بالشكل ده، تبدأي إن انت تقطعي شرايح. كل ما قطعتي شرايح وسط، كل ما هتدي معاكي كفر شكله حلو. تمام، الحتة اللي هتبقى تخينة عمرها ما هتدي معاكي شكل. ودي بتكون الشريحة، يعني كمان الشريحة ديت تخينة شوية، يعني لو أرفع من كده شوية صغيرين هتبقى تمام وزي الفل. هقطع بقى الكمية كلها زي ما بقطع بالشكل ده. طبعا الفراخ انا مغسلتهاش لسه ولا اي حاجة، بغسلها بعد ما بقطعها. شايفين السمك ده؟ هو ده السمك اللي احنا عايزينه، مش عايزين اتخن من كده. كده عرفنا تقطيعة الفراخ ازاي، وبتقطعيها من اي جنب، وبتقطعي السمك بتاعها قد ايه. بعد ما بنقطع الكمية كلها دي، كانت نص كيلو بالظبط، يعني وزنتها على الميزان لقيتها نص كيلو بالظبط من الاستريبس. فيديو النهاردة طويل حبتين تلاتة، بس أنا حابة إن أنا أوصلك كل المعلومات علشان خاطر لو أول مرة بتعمليه هتعمليه إن شاء الله بكل احترافية وزي جاهز وأحلى زي ما قلتلك. خلاص كده، دي الكمية بتاعتي كلها. هبتدي بقى إن أنا أغسلها كويس قوي، غسلتها مرة واتنين وتلاتة كده تحت الحنفية. وبعد كده عصرت عليها ليمون. تعصري عليها ليمون، وبعد ما بنعصر عليها حوالي ليمونة كده أو ليمونة ونص زي ما تحبي. الليمون بيضيع أي زفرة في الفراخ وبيخليها نضيفة قوي. هنبدأ في أول مرحلة، حطيت شوية صغيرة كده من البابريكا وشوية من الملح وشوية من الثوم البودر، ودعكت الفراخ بيهم كويس قوي زي ما تقولي كده بنتبلها بشوية توابل صغيرين خالص، مش أكتر من كده. وهنركنها على جنب علشان خاطر نعمل لها بقى التتبيلة بتاعتها الصح. عايزة تعملي فراخ صح، يبقى مش هنتبل توابل وخلاص ونسيبها على كده لتاني يوم ولا ساعتين تلاتة وبعدين نعمل لها الكفر. لا، احنا لازم نعمل لها خلطة. الخلطة دي بتكون عبارة عن كوباية كبيرة من الدقيق، وعليها بابريكا وشطة وتوم باودر وملح وشوية من الكركم وشوية من الشطة. ودي التوابل بتكون حسب الرغبة. عايزة تشيلي الشطة خالص من الوصفة شيليها، حابة تزوديها حبتين تلاتة كده يبقى تمام وزي الفل. هنجيب المية بتاعتنا وكوباية الدقيق. غالبا لما بعمل ستريبس بتاخد من كوباية وربع لكوباية ونص من المية. بنحط المية بقى واحدة واحدة بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده، علشان القوام برضو ما يخفش معاكي زيادة عن اللزوم. وهنشوف القوام الصح دلوقتي بيكون عامل ازاي. اوعي تعملي قوام تقيل، اوعي تعملي قوام مية. القوام بيبقى قوام وسط كده. شفتي الكريب؟ يعني حاجة كده شبه الكريب بالظبط، بيكون بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. هو ده القوام المطلوب. نبدأ على طول نحط بقى الفراخ بتاعتنا في التتبيلة دي. وعايزاكي تتأكدي كويس من الملح في الخطوة دي، يعني الملح حاولي ان انت تظبطيه كويس قوي في الخطوة دي. تمام، علشان خاطر برضو تطلع الوصفة في الآخر ملحها مظبوط معاكي. قدامك بقى اختيارين، يا اما تعملي التتبيلة دي من بالليل وتبيتيها وتعمليها تاني يوم على الغدا،
يا إما تعمليها قبليها بساعتين 3، 4 كده بالكتير أوي، تمام، يعني ما ينفعش إن إحنا نحطها ساعة أو 2، لأ إحنا عايزينها تشرب من التتبيلة دي. طبعًا القوام كان واضح قدامكم وهو ده اللي أنا محتاجاه مش أكتر من كده، غطيتها كويس وحطيتها في التلاجة. نيجي للسلطة بتاعتنا بقى، جبت كرنباية كده صغيرة وبعد كده قسمتها نصين، أنا هاعمل نص بس النهارده مش هاعمل أكتر من كده، النص بياخد جزراية. نبتدي نستبعد بقى الراس الصغيرة دي وبنقطعها شرايح رفيعة خالص على قد ما تقدري. حابة تضربيها في الكبة اضربيها، بس ما تضربيهاش ناعم أوي، إحنا عايزينها برضه خشنة شوية، مش عايزينها ناعم خالص. حاولت بقى إن أنا أضبطها بإيدي كده بحيث إن أنا آخد السمك اللي أنا عايزاه. بعد ما قطعتها هنبشر بقى الجزراية، والجزراية ممكن تبشريها ناعم أو خشن دي حسب الرغبة، أنا باحب إن أنا أبشرها ناعم. كده تمام وزي الفل. بعد ما بشرنا بقى وقطعنا السلطة بتاعتنا بنيجي للخطوة اللي بعد كده. 5 معالق كبيرة من الزبادي، عليهم 6 معالق كبيرة من المايونيز، بنحطهم كده ونحط عليهم معلقة عسل نحل. طبعًا لو ما فيش عسل نحل بنستخدم السكر، والسكر البودر بيكون أحسن كتير في الوصفة وأحسن من العسل مليون ألف مرة، يعني طعمه بيبقى حلو أوي. يعني أنا هاكمل دلوقتي بالسكر كمان. رشة بسيطة جدًا، جدًا من الملح، رشة بسيطة خالص لا تُذكر كده، علشان بس تضبط الطعم مش أكتر من كده. نقلّب المكونات في بعضيها كويس أوي، وبعد كده بننزل بالخليط بتاع الكرنب والجزر. بعد ما نزلت وقلّبت الخليط، لقيت الخليط بتاعي لأ لسه محتاج سكر، لإن هي زي ما إحنا عارفين طبعًا بتبقى مسكّرة، تمام، فحطيت حوالي معلقتين كبار من السكر البودر ضبطوا الدنيا، وكان طعم السكر أحلى مليون ألف مرّة زي ما قُلت لِك من العسل. فلو هتستخدمي استخدمي سكر بودر، وحطي بقى سكر حسب الرغبة يعني، قلّبي كده ودوقي وشوفي هل محتاجة سكر تاني والّا لأ. ما تحكميش عليها خالص ولا على طعمها أول ما تعمليها، احكمي على طعمها بعد 3، 4 ساعات أو تاني يوم، يعني كل ما هتبات معاكِ في التلاجة كل ما طعمها هيظهر وهتبقى أحلى وأحلى. هاغطيها بقى وهاسيبها في التلاجة، وعلى ما نحضّر بقى الخلطة بتاعة الستريبس بتاعنا القمر العسل ده اللي ما لوش حل ده. معايا 3 كوبايات كبيرة من الدقيق، وهنتبّل الدقيق بتاعنا ده بقى شوية ملح، وشوية من التوم البودر، شطة، شوية من البابريكا، شوية من الكركم، وده بيكون حسب الرغبة، بس زي ما قُلت لِك لازم، لازم، لازم إن أنتِ تضبّطي الملح بتاعِك. ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا، معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من اللبن البودر. مش عايزاكِ تقولي لي أستغنى عن حاجة فيهم، لإن كلّهم بيكمّلوا بعضيهم وبيدّوكِ أحلى cover، يعني بيدّوكِ cover يعني ما بتشوفوهوش في الفراخ الجاهزة كمان، تمام؟ هنجيب بقى مَيّة ساقعة متلجة، الإزازة دي كنت حاطاها في الفريزر وعاملة كريستالات من التلج كده كتير، أول ما حطيتها في الطبق بالشكل ده التلج هيبان قدامِك، ودي برضه سر من أسرار الوصفة. ما ينفعش إن أنتِ تجيبي مَيّة ساقعة من التلاجة من تحت وتحطيها، لأ إحنا عايزين مَيّة بتلج. نكشف بقى على الخلطة بتاعتنا، وزي ما أنتم شايفين لونها أصفر إزاي من الكركم، بحيث إن هي لمّا تقعد حتى في الزيت شوية اللون بتاعها ما يحرقش معاكِ ويغمقي كده وتحسي إن هي محروقة. لأ، هتحسي إن هي مهما حمّرتيها اللون الأصفر الدهبي ده فيها. قلّبي بقى الخلطة دي كده من فوق لتحت علشان كلّها كده تدخل في بعضيها، وبناخد بقى كام واحدة مع بعضينا كده وبنعملهم مع بعض. ركّزي بقى في الخطوة دي، من تحت لفوق كده على خفيف خالص، ما تجيش ناحية الفراخ، أنا عايزاكِ تقلّبي الفراخ كده أو تشقلبيها كده بطراطيف صوابعِك مش أكتر من كده، تمام، وهاقول لِك كذا طريقة كده وإحنا شغالين. دي أول طريقة وأنا ما باحبذهاش أوي لإن مش هتدّيكِ cover حلو أوي، تمام، بنحطها في المَيّة بتلج وبنطلّعها على طول، وبعدين بندّيها برضه دقيق تاني، تفضلي بقى إن أنتِ تقلّبي فيها حوالي 10، 15 قلبة كده، كل ما بتقلّبي أكتر كل ما هتاخدي cover أكتر وأكتر ويكون شكله حلو في الآخر. ننفّض بقى الدقيق ونشوف شكلها عامل إزاي، ده هيكون شكلها، تمام. دي أول حاجة معانا زي ما قُلنا، الcover بتاعها تمام وزي الفل وحلوة أوي. تاني حاجة تقدري إن أنتِ تجيبي مصفى وبعدين تحطّي فيها قطعتين بقطعتين، يعني ما تحطّيش كتير،
وتقومي جاية هزة كده بيديكي برضو نفس النتيجة. وبرضو هنشوف شكلها عامل ازاي. لو حابة الكفر يكون معاكي اكتر من كده ممكن تحطيها في مية تاني، اللي هي المية الساقعة، وبعد كده في الدقيق. لكن كده بيكون الكفر بتاعها حلو قوي، وما بيكونش سميك قوي، وكمان بتكون سهلة خالص في الاكل. لاحظوا ان احنا محطناش نشا اصلا، لان النشا بيخلي الكفر من بره ناشف قوي، وكمان بيخليه في الاخر معضم او مش سهل في الاكل. طاسة بقى يكون فيها زيت غزير شوية، وبنسيب الزيت يسخن كويس قوي، وبعد كده بننزل بالستريبس بتاعنا. شايفين حاجة كده فل الفل. ستريبس ده ولا مش ستريبس؟ هسيبكم انتوا اللي تقولوا ايه رأيكم فيه النهاردة، او ايه رأيكم في الوصفة بتاعت النهاردة. مادام متبل كويس او قبليها بليلة مثلا، ما بياخدش معاكي وقت كتير في السوا. هو يا دوبك بس كده اول ما بتنزلي على نار سخنة قوي، تبتدي ان انت تهدي النار شوية، بحيث ان هو بقى تقلبيه كل شوية من هنا لهنا، الناحية دي والناحية دي شوية، وبعد كده بتبدأي ان انت تطلعيه اول ما ياخد اللون المطلوب. يعني تقريبا كده بياخد من 12 ل 15 دقيقة الدور الواحد. شايفين كل ما بقلب كل ما باخد نتيجة كويسة. بقلب مثلا، انا بقولك 10 15 مرة، انا بقلب حوالي 20 مرة كمان. ويا دوب بس بحطه في المية الساقعة المتلجة، يا دوب بس بحطه كده، وبعد كده بطلعه واقلبه برضو في الدقيق، وبنشوف الكفر بتاعه بيكون عامل ازاي. حاجة كده في منتهى الجمال. قلتلك النهاردة كل الاسرار اللي هتطلعيه، بصي مفهوش غلطة، بيرفكت. ونخلص الدور على هذا النظام، وبناخد على طول. يعني انا باخد من الصينية على طول، ونفضها كده واحطها في الزيت. يعني باخد الصينية كده زي ما هي كده، وعلى طول اقوم جايه حاطه في الزيت ومقلبه في الزيت على طول. تمام. يعني ما بحبش ان انا احطه على طبق. الدور الاولاني ان انا حطيته على طبق، لا انا ما بحبش ان انا احطه على طبق بصراحه. طريقتي بخلصه وانفضه من الدقيق وعلى طول على الزيت، واحده واحده كده. بطلع على شبكه، والشبكه دي بيكون تحتها مصفى او طبق او اي حاجه، علشان خاطر اي زيت ينزل فيها على طول. تمام. وممكن تطلعي على مناديل برضو زي ما تحبي، بس المصفى بتخليه ان هو يفضل مقرمش معاكي شويه حلوين، يعني ما يطراش على طول. طبعا انا عامله لك فيديو الرز الريزو مع قطع الفراخ برضو، وهنزله ان شاء الله بعد ده باذن الله. علشان ما اكونش اطول الفيديو اكتر من كده، علشان ما تزهقوش مني. انا عارفه ان انتوا دلوقتي زهقانين مني، بس غصب عني والله، لان انتوا عارفين ان انا ما بقدرش ان انا انزل لكم وصفه الا لما اقول لكم كل التريكات اللي تنجح معاكي الوصفه ان شاء الله. احلى سلطه هتاكليها وهتدعيلي، وان شاء الله باذن الله هسيبك كل المكونات والمقادير وكل حاجه انا استخدمتها النهارده في صندوق الوصف، علشان لو حابه ان انت تطبقي الوصفه باذن الله. اتمنى من كل قلبي ان انتوا تجربوها، وبالف هنا وشفا مقدما ان شاء الله للي هيجربها. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. طب قولي لي بقى بذمتك، عمرك شفت جمال كده، ولا حلاوه كده، ولا طعامه كده؟ حاجه كده في منتهى الجمال. تحسي كده انها مركبة جناحات وهتطير كمان. اللون تحفة جدا جدا، مستوية من جوه قوي، الكفر اللي بره كده مقرمش. حاجة وسهلة كمان في الاكل، يعني قرمشة وسهلة في الاكل، وانت بتاكليها كده تحسي ان هي هوا كده. والفراخ كمان من جوه مستوية ولونها ابيض وشمعة فلة منورة. لو اول مرة بتشوفيني، لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. متنسيش لايك الفيديو، متنسيش تعليق من ايديك الحلوين. كده أكون خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة. أشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة على ألف خير.